بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في قناتكم قناة الطبخ أسهل مع يونس. مرحبا بالمشتركين الجدد، ونقول لكم شرفتوا القناة تاعي. كما يعرفوني دائما المتابعين تاعي، دائما نجيب الوصفات الجميلة، الوصفات اللي تستحق التجربة، حتى ولو كانت وصفات يعني قديمة، لكن نقدمها بطريقة يعني تستحق التجربة. واليوم جبت لكم قلت لكم اليوم جبت لكم يعني الطاجين الحلو. شكون اللي ما يعرفش الطاجين الحلو؟ حنا معروف عندنا باللحم الحلو، وانا كيما درتلوش اللحم اللي سميتو الطاجين الحلو. يعني الحمد لله من بين جميع الوصفات اللي نحطها، يعني الوصفات التقليديه اللي نقدمها دائما هي اللي تعمل ضجه، وهذا شرف كبير ليا اني قدرت نقدم اطباقنا التقليديه بطريقه تعشقها العين قبل ما يذوقها اللسان. صدقوني هذا شرف كبير ليا، وان شاء الله نكمل على هذه الرساله على احسن وجه. اللي قلت لكم البنات جبت لكم اليوم الطاجين الحلو اللي راح نعطي لكم فيه المقادير المضبوطه اللي ما راحش تزيدوا تغلطوا فيه باذن الله، وراح تولوا محترفين فيه. نبداو على بركه الله. اول حاجه البنات، الفواكه المجففه تاعنا نغسلوها ونشمخوها يعني مده 5 دقائق. نروحوا هنايا يعني المقادير تاع الماء. شوفوا درت 3 كيلات تاع الماء ما عمرتوش بزاف، يعني الطبسي ما عمرتوش حتى الفوق كما راكم تشوفوا. السكر ايضا درت كيلة تاع السكر ما عمرتهاش تاني بزاف. نخلطوا هذاك السكر ندوبوه في هذاك الماء. ودائما نستعملوا يا متابعي الاعزاء، دائما نستعملوا الملعقه الخشبيه، لانه الملعقه الخشبيه هي اللي تزيد في الذوق. يعني بالتجربه تاعي، ولا غير الملعقه لو كنت تستعملوا الملعقه من حديد راح تصير اكسده، راح يتبدل الذوق. يعني صدقوني انا دائما نستعمل الملعقه الخشبيه. هنا درت ملعقه كبيره تاع السمن، ونروح نضيف قرصه برك تاع القرفه بودغ. القرفه عود البنات نحطها مع الاخر، لانه تطلق هي اللي تطلق السواد في المرق تاعكم، وراح يجيكم بني غامق. على بها كي نشوفوا قريب طيب المكونات تاعنا باش نضيفوا العود تاع القرفه في الاخر. شوفوا هنا ما صوتيت لكمش لي زيتاب، خليتها يعني الفيديو ما سرعتوش باش هكا تشوفوا مليح وما تغلطوش، يعني ما حبيتش نحرق لكم لي زيتاب. هنا درت قرفه يعني عفوا درت قرنفل، ودرت نجمه تاع الارض. وهنا الزبيب بعد ما كنت شمختو وغسلته مليح. نستعملوا دائما الزبيب الرقيق في اللحم الحلو، ما نديروش الزبيب الخشن. الزبيب الرقيق هو اللي يجي في اللحم الحلو. نضيفه هو في اول مرحله، كي نشوفوه بدا يطيب ويدخلوا الطياب باش نضيفوا باقي المكونات. تبعوا معايا مليح. هنا البنات شوفوا راني نخلط وراني نجبد باش نشوف هنايا اسكو الزبيب بدا يدخل له الطياب باش نلوح باقي المكونات. هنا كانت عندي حبه تاع كيوي وحبه تاع لامونغ، يعني زدتها زياده باش نشبح بها الطبق، ماشي ضروري. ما حبيتش نكثر عليكم بزاف المكونات باش ما يجيكمش غالي، لانه اصلا الفواكه المجففه راهي غاليه بزاف. صافي يعني هذه كانوا عندي في الدار، ضفتها باش نشبح بهم الطبق في الاخر. رحت ضفت المشماش تاعي يعني، وغلقت عليه ونخليه هو تاني يطيب نصف طياب باش نروح نلوح العينه تاعي. العينه لانه سريعه الطياب، العينه غليه زوج خلاص طيب لكم، هي اللي تحطوها في الاخر وهي اللي تطلق لكم اللون الاسود تاني. لو كان تخلوها تغلي بزاف هي اللي ترجع لكم المرق تاعكم احمر. نتقبها البنات باش تنفخ لي بسرعه. هنا شوفوا راني غسلتها وشمختها شويه، ما تشمخوهاش بزاف، يعني كي نقول لكم شمختها ماشي خليتها نصف ساعه، يعني بشويه ما سخون واحد يعني 5 دقائق تكفي. هنا تقبتها وراني نلوح فيها يعني وحده بوحده، ومن بعد نغلق عليها ونخليها تكمل الطياب تاعها. هنا في هذه المرحله اللي لوحت القرفه عود شتو حتى كي قريب صافي كي لوحت العينه هي المرحله الاخيره. هنا صافي خلاص راني قريب نكمل الطياب. لوحت القرفه عود تاعي، ونروح التفاح اللي كنت قشرته حكيته بالقارص باش ما يكحلش، وغسلوه قبل ما ديروه. انا ما نحبش ديفوات نغسلوه، نحب يجي هذاك الذوق تاع القارص باش يكسر لي شويه هذيك الحلاوه. على بها نحب نخليه، وانتم لا شلوه، يعني شلوه وحطوه. نسيت درت حفر هكذا باش ندخل فيه التفاح تاعي. والتفاح كيما معروف عليه يطيب تمتم، يعني ما تطولوش عليه، واحد 10 دقائق هكذا كحد اقصى يكون واجد. والنار البنات نحذركم النار ما تكونش قويه في الطياب تاع الطاجين الحلو. نقصوا لها النار، خلوها متوسطه الى يعني قليله باش هكا ما تشيط لكمش لاصوص، وميم طون تقعد الفواكه ما تطلقش بزاف اللون تاعها. في الاخر البنات كي نكملوا كامل الطياب نروحوا نضيفوا لها كاس ما زهر الله الله، هو اللي يعطي هذيك النسمه تاع يعني تاع
تاع الحملحلو هو اللي يطلق لك هذيك الريحه تاع الاخر. وهنا قدمته بهذه الطريقه الجميله، يعني فكره جديده اللي حتعتمدوها ان شاء الله في رمضان برعايه يونس البنات. ودرت اللوز يعني فوق العينه، والتفاح اللي رمته في الجلجلان، وشبحت بهذيك قرفه عود الله وهذيك نجمه الارض، يعني يعطالو منظر شباب. ان شاء الله نكون وفقت في وصفه اليوم. البنات ما تنساوش تخلوا لي يعني تعليق وجام الى عجبتكم الوصفه، واشتركوا في القناه، يعني هذا الشيء راح يدعمني بزاف. والان ما قعد لي غير نقول لكم حباباتي تهلاو في روحكم في فيديوهات مقبله ان شاء الله.